وفاة المواطن محرم فؤاد علي عزب 50 عام بعد ساعات من اعتقاله من منزله في البساتين. خبر ده طبعا لو شلنا صورة المواطن دوت الله يرحمه ويحسن إليه وحطينا صورة أي مواطن تاني وكتبنا نفس الخبر، هيمر عليك مرور الكرام. طبعا الخبر دوت هو رقم 16 في أقل من 20 يوم. 16 مواطن اتقتلوا في أقل من 20 يوم، وكلهم صدف سبحان الله بعد ما بيتم احتجازهم في أقسام الشرطة المصرية. طبعا اللي عايز فيكم يعرف المواطن ده ممكن يحصل له ايه، يرجع تاني للفيديو اللي انا نشرته عندي على حسابات السوشيال ميديا للبعثة المصرية الدبلوماسية مش الشرطية، وهي بتتعامل مع مواطنين من أصول مصرية يحملوا الجوازات السفر الأمريكية، يعني مواطنين أمريكيين على التربة أو على التراب الأمريكي اللي ملهمش عليه أي سيادة أبدا. بيتعاملوا إزاي؟ بمنتهى العربجة والبلطجة والإرهاب لمواطنين، منهم مواطن صغير السن ماينر عنده 15 سنة، طفل يعني حدث. فحضرتك النهاردة تقدر تتخيل معانا عزيزي المواطن العربي المصري اللي بتسمعني، المواطن المسكين دوت أبو 50 سنة ممكن يكون حصل له إيه؟ قبله كان في شاب برضو عنده 22 سنة ممكن يكون حصل له إيه، وممكن يكون اتعرض إزاي لإيذاء بدني. الأقسام المصرية هي مكان للساديين، بشر ساديين، بشر يعني ربنا مسلطهم على عباده الصالحين والطالحين، بشر انتزعت منهم كل مظاهر الإنسانية وكل مظاهر الرحمة. لا عندهم دين ولا عندهم أخلاق ولا عندهم إنسانية ولا عندهم مروءة ولا عندهم شرف ولا عندهم أي شيء. بيتعاملوا مع المواطنين المصريين كأنهم أعدائهم، مش كأنهم بني وطنهم وإن هم بيعملوا على تنفيذ القانون، لا كأنهم في عداوة شخصية عقائدية، وأنا أصدق كلمة دي عقائدية، كأنه عداء عقائدي بين الجهاز الشرطي في الزريبة حاليا مصر سابقا، ونفس الشيء بالنسبة للجيش المصري أو الجيش المخصي العظيم حاليا، الجيش المصري سابقا جيش فرعون. فالحقيقة احنا في كارثة ما بعدها كارثة، واللي فيكم يقرأ الخبر دوت واللي زيه الأخبار اللي زيه وتمر عليه مرور الكرام، اعرف ان انت اللي عليك الدور، بس هي مسألة وقت، فقط مسألة وقت. لم يصبك الدور بعد، لكن هيصبك الدور، لان هم عدائهم معانا عداء عقائدي وإنساني، ما بيتعاملوش معانا ان احنا زيهم ولا ان هم مننا اصلا. ففوقوا فوقوا.